surges of cases as the virus spread across the South. Latino communities are disproportionately affected not only by COVID but by multiple other infections. احنا دلوقتي عايشين في اكتر وقت فيه تشتيت انتباه و distractions، وده بسبب زيادة الكومبيتيشن والتكنولوجي اللي بتزيد واحتياجاتنا اللي بتختلف كل يوم. طبعا ده ادى الى حاجات كتير من اهمها البيرن اوت والاجهاد النفسي اللي اغلبنا بنعاني منه دلوقتي. في الفيديو ده هقول لك انا ازاي بتعامل مع البيرن اوت في الداي تو داي اكتيفيتيز. بغض النظر انت بتشتغل ايه ولا بتذاكر لايه، لو ما عندكش حدود واضحة وديدلاينز معينة بتقدر تاخد بريكس لما بتوصل لها، فانت بالتأكيد هتتعب اسرع. والحل دايما بيبقى هو عبارة ان انت تجزأ مدة العمل او مدة المذاكرة بتاعتك بصورة، بغض النظر هتربطها بايه. زي ممكن تربطها بوقت، يعني لو احنا بنتكلم عن الشغل فانت ممكن تحط لنفسك يعني بريك او ديدلاين كل 3 شهور، كل 4 شهور، whatever، على حسب الامكانيه وعلى حسب ظروفك. او لو بنتكلم عن مذاكره فانت ممكن تعمل كده بانتهاء او بان انت تخلص عدد معين من الشابترز او عدد معين من المواد whatever طريقه المذاكره بتاعتك. عندما بتوصل للمرحله دي بتوقف شغل او مذاكره او whatever انت بتعمل ايه وبتاخد بريك. برضو مدة البريك بتختلف على حسب طبيعة الحاجة اللي انت بتعملها وعلى حسب اتاحة الوقت اللي عندك. ومهم خلال فترات البريك دي تعمل حاجة انت بتحبها، هي interesting بالنسبة لك، او بتجدد طاقتك وبتخليك عندك ترجع تاني، عندك رغبة ان انت تكمل الشغل او المذاكرة whatever الحاجة اللي انت بتعملها. ببساطة وباختصار تقسم شغلك او مذاكرتك او الجيرني اللي انت ماشي فيها لسمول سبرنتس، يبقى فترة من يعني العمل الدائم مدتها بتختلف على حسب ظروفك، وبعد الفترة دي تاخد بريك علشان تشحن طاقتك وتغير المود والجو اللي انت شغال فيه، وبعد كده ترجع تاني، لانه في الاغلب شغلك مش هيخلص فانت هتحتاج تعمل ده. كلنا عندنا تو دو ليست وبنحاول نحط فيها تاسكس اكتر وبنحاول نحس ان احنا بننتج اكبر وبصورة احسن واعلى، بس الحقيقه البروجرس بتاعنا مش بيتقاس على حسب قد ايه احنا بنخلص تاسك، ولكن بيتقاس او بيتحسب على قد ايه الكواليتي بتاعت التاسكس اللي احنا بنخلصها بتبقى عاليه. وده عشان يحصل ببساطه انا محتاج اعمل فلتريشن للحاجه اللي انا بعملها في يومي، بحيث ابقى متاكد ان الحاجات دي هي حاجات اوف هاي كواليتي، مش بس كل حاجه، وان انا التارجت بتاعي يبقى ان انا اعمل فوليوم كبير من التاسكس علشان احس ان انا منتج او ان انا بعمل شغل. من التولز اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نفلتر نوعيه التاسكس اللي عندنا في اليوم علشان نقدر نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه او نديها لحد تاني لو في تاسكس معينه اقل في الاهميه وحد تاني من غيرنا ممكن يقوم بيها، فنقدر نعمل الديليجيشن ده. في تول كويسه بتساعدنا في ده زي الفور كوادرانت فريمورك تول، بتيجي ترسم 4 مربعات. المربع الاول بيبقى فيه التاسكس الامبورتنت وفي نفس الوقت هي urgent، وبعد كده المربع الثاني الامبورتنت بس non urgent، وبعد كده المربع الثالث فيه non important بس urgent، والمربع الاخير بيبقى فيه tasks اللي هي non important و non urgent. في المربع اللي فيه important و urgent tasks دي الحاجات اللي انت محتاج تعملها دلوقتي او محتاج تعملها في اقرب وقت ولازم انت اللي هتعملها. ممكن زي ما هيكون امتحان وانت ده عندك ديدلاين للامتحان او ديدلاين في شغلك، فدي حاجة مهمة وكمان ضروري ان انت تعملها في اقرب وقت. المربع الثاني الحاجات اللي هي non important بس urgent، زي مثلا الانتربشنز اللي بتجيلك كل يوم، الايميلات اللي بتظهر لك، السوشيال ميديا نوتيفيكيشنز، whatever الحاجات اللي هي بتظهر لك بصورة urgent وممكن تطلب منك ان انت تاخد او تعمل اكشن معين بس هي في نفس الوقت مش مهمة. الحاجات دي ممكن يا اما تعمل لها elimination خالص وتشيلها من يومك، او
لو مهم انها تتعمل او محتاجه اكشن ان هو يتنفذ، فانت ممكن تديليجيت او تديها لحد تاني يعملها. المربع الثالث الحاجات اللي هي الامبورتنت بس non urgent، ودي حاجات انت هتحتاج تعملها بس هي مش مطلوب انها تتعمل في دلوقتي في خلال الاسبوع ده او الاسبوعين ده، انت ممكن تطول المدة، تقدر تبلان بعد كده، فدي هتبقى في سكيل زمني اطول من المربع الاولاني اللي التاسكس اللي فيها هتحتاج تعملها في اقرب وقت. ودي زي حاجات مثلا building relationships، او ان انت بتاسباير ان انت توصل لجول معين، عايز توصل لفتنس ليفل معين في التمرين whatever. اخر مربع هو الحاجات اللي هي non important و non urgent، ودي غالبا حاجات انت محتاج تشيلها خالص من ال to do list بتاعتك علشان تتاكد ان انت الحاجات او التاسكس اللي هتعملها في يومك هي of high quality وما تضيعش وقتك في حاجات ملهاش لازمه. تاني تول بتساعدني ان انا اعرف ايه التاسكس او الحاجات ال of high quality اللي انا محتاج ان انا اركز عليها اكتر في يومي، ده عن طريق ان انا بفكر او بستخدم الباريتو برنسبل اللي الاسمبلي بتقول انه 20% بس من الافورت ومن المجهود والتاسكس اللي انت بتعمله في يومك بيدي لك 80% من النتائج اللي انت فعلا بتدور عليها. ان انت تعرف يعني بمعرفتك بالبرنسبل دي تقدر تركز على الحاجات اللي انت بتعملها في يومك وتبتدي تشوف ايه من اللي انت بتعمله هو دايركتلي بيحدد النتيجة اللي انت بتوصل لها. او بمعنى اخر انت محتاج تفكر ايه 20% من المجهود او من التاسكس اللي انت بتعملها في يومك هي اللي دايركتلي بتؤدي الى 80% من النتائج اللي انت بتدور عليها. بمعرفتك للتاسكس دي او بالمجهود ده او بال20% المهمة دي تقدر دلوقتي تركز عليها وتحاول تزودها بقدر الامكان، وتقلل على قد ما تقدر الحاجات اللي هي يعني واخده 80% من مجهودك في اليوم دلوقتي، وتركز اكتر في ال20% دي، وتحاول ان انت تزود المجهود او التايم اللي انت بتقضيه في ال20% دول بس، بحيث يبقوا 30% 40% up to 100%. وده هيخليك تركز اكتر على الحاجات اللي هي فعلا بتدي لك نتائج في يومك، مش تبقى حاجات في النص. اخر نقطة حابب اتكلم عليها هو البيج واي بتاعتك. انت لازم يبقى عندك هدف كبير، هدف اكبر من الجولز الصغيرة، الحاجات اللي احنا يعني شايفينها او الشورت تيرم جولز اللي احنا بنبقى عايزين نوصل لها من خلال الشغل او مذاكرة مادة معينة او whatever الحاجة اللي انت بتعملها. لازم دايما يبقى عندك هدف كبير من ورا ده. مش كلنا بنبقى قادرين نقول ده ونفيربالايز او نفورميوليت الهدف ده بصورة سهلة، علشان كده محتاج تقضي وقت مع نفسك تفكر هو انا ليه عايز اوصل او ليه عايز اعمل الحاجة دي او ايه الغرض من اللي انا بعمله ده، سواء شغل او مذاكرة او ايا كان. في طريقة برضو ممكن تسهل عليك الموضوع ده، هو ان انت تسأل نفسك 5 اسئلة هم كلهم ليه او واي، 5 ليفلز اكشلي. انت لو بتشتغل شغلانه معينه فتسال نفسك انا ليه بشتغل الشغلانه دي، ولما تجاوب الاجابه المنطقيه او الاولى تسال نفسك انا ليه عايز الحاجه دي، وهكذا، وتفضل تعمل كده 5 مرات. في الاغلب ده هيوصلك لسبب مهم وحاجه اكبر من مجرد الشورت تيرم جولز اللي ممكن نكون بنسعى ليها. ولو ما لقيتش فانت محتاج تفكر او تعيد تفكيرك في الحاجة اللي انت بتعملها، علشان مش هو ده الحاجة اللي انت محتاج تكمل فيها. وممكن ساعتها يبقى سواء ده شغل او مذاكرة او whatever، ممكن يكون ده وقت مناسب ان انت تبتدي تشوف انت محتاج تروح فين وتبتدي تعمل. وبعد ما تجاوب على نفسك على ال5 اسئلة دي، تجاوب نفسك هل الحاجة اللي انت بتعملها النهاردة دي هل هي ريليتد، وهل هي هتوصلك للهدف الكبير او البيج واي بتاعك ولا لا. لان لو لا فانت عارف ايه اللي المفروض تحاول تعمله. واخيرا انت محتاج تخلي البيج واي بتاعتك دي واضحة ومفصلة على قد ما تقدر، لان علشان تقدر تساعد نفسك تتحرك من المكان اللي انت فيه علشان توصل للهدف الكبير اللي انت بتحاول توصل له، محتاج يكون حاجة واضحة وحاجة تفاصيلها باينة قدامك وحاجة تقدر تشوفها بعينيك علشان تعرف تتحرك ناحيتها. انا مش بقول انه كلنا عندنا ده بسهولة او الهدف ده هيفضل هو forever، ده مش حقيقي. غالبا مع الوقت هيجيلك انبوتس من كل ناحية، وعلى حسب الحاجة اللي انت بتعملها هتخليك تغير الهدف ده او تعدل فيه بطريقة تتناسب مع ظروفك اللي بتختلف مع الوضع ومع الوقت ومع الحياة ومع كل حاجة. بس في النهاية لازم دايما تبقى عارف انت عايز تروح فين او محدد اتجاه معين عايز تتحرك فيه علشان توصل له. وكل ما
هتقدر تغير وتموديفاي في الطريق ده علشان توصل للحاجة اللي انت بتطمح ليها. لو الفيديو ده عجبك فانا متأكد ان الفيديو ده كمان هيعجبك. شكرا لوقتك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.